لما بتفتح اي موقع او تطبيق اكيد بتتعامل مع الزراير وتصميمات، لكن هل فكرت قبل كده ايه اللي بيحصل ورا الكواليس؟ وده هو اللي بيسموه الباك اند. الباك اند هو الجزء اللي انت ما بتشوفهوش من الموقع والتطبيقات، يعني هو اللي بيتعامل مع البيانات وبيعالجها وبيخلي الموقع شغال بشكل سليم. يعني لما تكتب بيانات في نموذج او تطلب منتج او حتى تسجل الدخول، كل ده بيتم في الباك اند. واهم جزء في الباك اند يا صديقي وهو السيرفر، وهو عباره عن الجهاز او النظام اللي بيستقبل الطلبات من المستخدمين وبيعالجها ويرجع لك الرد المناسب. لما تطلب تشوف بوست على فيسبوك، السيرفر هو اللي بيجيب لك البيانات من قاعده البيانات بناء على الداتا اللي انت طلبتها. جزء تاني مهم جدا وهو قاعده البيانات، وهنا بيتم تخزين كل حاجه زي حسابات المستخدمين، المنتجات والتعليقات واي بيانات تانية. وفي قواعد بيانات زي المونجو دي بي والماي سيكوال. وخليني اقول لك ان احنا بنخزن البيانات بطريقه تقدر تستدعيها بسهوله لما تحتاجها. البرمجه في الباك اند بتتم باستخدام لغات برمجه متخصصه زي البي اتش بي والبايثون وغيرها. اللغات دي بتتعامل مع السيرفر وقاعده البيانات، وكمان بتخلي البيانات تتحرك بين الموقع والسيرفر